وبسواعد الرجال وعزيمة الأبطال أكملت مصر العمل، فصل جديد من فصول ملحمة التحدي. هنا في قلب الصعيد ملحمة جديدة، محور أوس على النيل، شريان أمل جديد في محافظة قنا. محور أوس على النيل بيربط مدينة أوس شرق النيل بمدينة نقادة غرب النيل. مساره بيبدأ من الشرق بكوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، له مطالع ومنازل بتساعد على الحركة المرورية التبادلية للمتجه للأقصر وأسوان جنوباً، وقنا وباقي محافظات الصعيد والقاهرة شمالاً، وكمان للمتجه لسفاجة في أقصى الشرق. ويمتد المحور في اتجاه الغرب، وبيمر بكوبري أعلى ترعة حجازة، وبكوبري أعلى ترعة البروات، وكوبري تاني أعلى ترعة الكلابية، وأعلى الطريق الزراعي الشرقي القاهرة أسوان. وبرضه ده له مطالع ومنازل بتحقق الربط المتكامل لخدمة الحركة المرورية التبادلية بين المحور والطريق الزراعي الشرقي. ويمتد المحور ويمر بثلاث كباري متتالية، أعلى مصرف حجازة وترعة الكلالسة ومصرف أوس، ويعدي بعدها فوق كوبري أعلى خط سكة حديد القاهرة أسوان، ليعبر بعد كده نهر النيل بكوبري هو الأطول من بين كباري النيل التي تم إنشائها حديثاً بطول 960 متر، ليمتد غرب النيل، ويمر بكوبري تاني فوق الطريق الزراعي الغربي القاهرة أسوان، وينتهي مسار المحور العملاق بكوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي. محور أوس محور عملاق تم تنفيذه بنظام الطرق الحرة بدون أي تقاطعات سطحية، يعني بيمر فوق طرق رئيسية وفرعية كتيرة. اتعمل لكل ده أنفاق وكباري علشان تسهل حركة المشاة لأهالينا، وترع ومصارف وممرات ومراوي مائية وسط الأراضي الزراعية، وبرابخ ومسائي توصل وتربط شمال المحور بجنوبه، وده لخدمة الأراضي الزراعية. ده غير بقى تبطين وتطهير بعض الترع المتقاطعة مع المحور وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للمحافظة على مياه الشرب. المحور مكون من 30 عمل صناعي ما بين 15 كوبري و15 نفق بطول 19 كيلو متر وعرض 21 متر، بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، وبتكلفة $1,521 مليون جنيه. كان الهدف من إنشاء محور أوس إنه يحقق الربط بين شبكة الطرق الطولية بشرق وغرب النيل، ويسهل الحركة المرورية وربط المدن والقرى، وخصوصاً بين مركزي أوس ونقادة. طبعاً وإضافة مهمة لتنمية الحركة السياحية بمحافظة الأقصر اللي بتبعد 45 دقيقة عن المحور. ده غير تنمية المناطق الصناعية شرق النيل وخدمة الحركة التجارية والصناعية بمصنع سكر أوس ومصنع الورق ومطاحن مصر العليا ومصنع أسمنت قنا. ده غير المنطقة الصناعية بمدينة قفط شمال محور أوس مباشرة، واللي بتضم 92 مصنع وبتوفر عمالة مباشرة أكتر من 7200 فرصة عمل، بالإضافة إلى التنمية والاستثمار في مشروع المثلث الذهبي. كل دي كيانات صناعية عملاقة، شاحنات داخلة وشاحنات خارجة، وعجلة إنتاج دايرة بعمال وموظفين شغالين، حميناهم من مخاطر المعديات النيلية اللي اتلغت ومبقتش موجودة في مدينة أوس ونقادة. المحور خدم بالنسبة لغرب النيل العمال الموظفين، خدم عندنا هنا أكثر من عمال شغالين في مصانع زي مصنع السكر، مصنع الورق، عندنا مصنع الأسمنت بالنسبة لمصانع قفط، المطحن. أنا كنت بتأخر أكثر من ساعة، لكن المحور بالنسبة لنا 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير بالمواصلة، لو معك مواصلة موتوسيكل أو عربية. وفر عليها تكلفة، وفر عليها وقت، يعني إن شاء الله يكون خدمة لأهل البلد. مصنع سكر أوس إحدى مصانع السكر في جمهورية مصر العربية، مكانه شرق النيل. المصنع مقام في مركز أوس. أنا بجيب القصب من غرب لشرق،
من منطقة نجادة واللي حواليها عن طريق عبارات. محور قوس اللي اتعمل على النيل هيسهل نقل كمية قصب في حدود 1,450,000 أو 1,400,000 طن قصب سنويا. بننقل عن طريق العبارة يوميا 250 نقلة من غرب منطقة نجادة بمصنع هنا بإجمالي 22,500 نقلة خلال موسم العصير. دي هتيجي عن طريق كوبري محور قوس بدل العبارات وبدل مشاكل منسوب النيل، عشان منسوب النيل لما بينخفض في اول موسم بتبقى فيه اعاقه تامه، ما اقدرش اجيب القصب ده في اول موسم عشان منسوب النيل. كوبري محور قوس هيكفيني مشاكل عبارات منسوب النيل. كوبري محور قوس اللي اتعمل بيربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي. اضف كده خدمه غير عاديه للمواطنين، من ضمنها مصانع السكر قوس، وفي مصانع الورق قوس، مصانع اسمنت، المطاحن للاهالي والمواطنين. فخدمه كبيره خالص بتسهل بدل ما كان النقل عن طريق العبارات. احنا شخصيا كنا بننقل القصب عن طريق العبارات. اضف الى كده الاهالي والمواطنين اللي كانوا بيجوا عن طريق العبارات، لا ده هيجوا عن طريق المواصلات العاديه. الكوبري دي تبقى فيه سرعه في النقل، بالاضافه ان هيمنع التكدس اللي كان بيحصل في المركز قوس وخاصه طريق المستشفى. عمل اضافه غير عاديه في سرعه النقل بالنسبه للاهالي. العمالة اللي موجودة في المصنع تعدي 1000 عامل يوميا بيترددوا على المصنع. هذه العمالة بتيجي من منطقة قوس وبتعاني معاناة كبيرة جدا عشان تلف على الطريق الزراعي وتوصل إلى المصنع. بتستغرق وقت كبير، بيكلف الشركة تكاليف كبيرة لنقل هذه العمالة. طبعا العمالة ديت لما بتيجي من مدينة قوس بتستغرق على توصل المصنع حوالي 45 دقيقة. محور قوس هيسهل علينا جدا عمليه النقل والوقت اللي بيستغرقه العماله للوصول الى المصنع، لدرجه انه من 45 دقيقه ممكن يوصل الى ربع ساعه فقط. هتوفر الوقود اللي بيستهلك في نقل هذه العماله في 45 دقيقه لربع ساعه فقط. انشاء محور قوس بجوار الشركه كان ليه اهميه كبيره جدا للشركه، وبالتالي الشركه ساهمت بشكل كبير في توفير الاسمنت اللازم لانشاء المحور. الكميات الاسمنت الكبيره اللي خدها المحور ساهمت بزياده ارباح الشركه في الفتره السابقه، وايضا بشكل غير مباشر ساهمت في انتعاش الحركه التجاريه في المناطق المحيطه بانشاء الكوبري سواء في قوس او نجاده. المحور ده انجاز هندسي استلزم بناؤه 110,000 متر مكعب من الخرسانه المسلحه، وما يقرب من 3 مليون متر مكعب من الأتربة لبناء جسر المحور، وأكثر من 25,000 طن من الحديد. أمل عمره ما كان هيتحقق من غير جهود 2000 مصري ما بين مهندسين وفنيين وعمال ومقاولين، وصلوا العمل ليل نهار على مدار 2 و8 شهور، والانتهاء من تنفيذه قبل موعد التسليم فبراير 2021، وبمعدلات زمنية في التنفيذ غير مسبوقة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل. ويعد كوبري النيل هو درة الأعمال الصناعية بمحور قوس، صرح هندسي عملاق يتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويمتد لنحو 960 متر، ويتكون من 20 باكية تتضمن عدد 2 فتحة ملاحية رئيسية بطول الفتحة 100 متر، وعدد 2 فتحة ملاحية مساعدة بطول الفتحة 60 متر، وبخلوص 13 متر، لتسمح بعبور أكبر السفن التجارية والسياحية. يبدو الكوبري كلوحة جمالية هندسية تعكس التطلعات المصرية في حقبة مليئة بالإنجازات. ويبقى نهر النيل هو كلمة السر في رخاء وتنمية واقتصاد وحياة كل أهل مصر بطول الوادي، جنوبه وشماله. عاشت مصر ونيل مصر الذي بنى لنا الحضارة على ضفتيه، واليوم يبني لنا الرجال إنجازات، ويوما ما سيكتب لنا التاريخ. من هنا مر التاريخ. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.